ادور نجيب على الاخ صاحب الفكره الجهنميه، فلقاه تبخر، فماشي في شوارع المنصوره زي ما بيقول في مذكراته، فلقاه فقال له تعالى تعالى، هي دي بقى المنصوره اللي هتجيب لنا 4 جنيه، ده احنا ما كملناش 10 قروش. قال له تعالى بس، تعالى يا عم، طب تعالى ندخل ناكل لقمه وهحكي لك اللي حصل وممكن نعدل الموضوع ازاي. فنجيب قال له طب انت معاك فلوس ناكل؟ احنا معناش. وعم مطلع له جيوبه كده، قال له ما، قال له تعالى بس انا هعزم. فدخلوا جوه، هتاكل ايه؟ قال له اطلب اللي انت عايزه. ففضل نجيب يطلب والاخ التاني يطلب، وفي النهايه لما جم عشان يحاسبوا اكتشفوا ان الاخ التاني معهوش فلوس تكفي، فلسه يا دوب بيزعقوا مع بعض وبيشوفوا ايه اللي هيحصل. فلقوا واحد جنبهم لابس لبس ريفي وبيقول له خلاص اعتبروا نفسكم ضيوف عندي. مين حضرتك؟ قال له انا انور الكشكي وعمده كفر البضماس. فنجيب قال له لا وتعزمنا ليه يعني؟ قال له يا سيدي اعتبروا نفسكم ضيوف عليا وخلاص، ويعني اعتبرها بدايه علاقه خير، ويمكن نتقابل ويمكن ما نتقابلش. طبعا رجع نجيب من الاكله دي او من العشوه دي، يعني لم الفرقه ورجعوا على القاهره. ولما رجع القاهره قابل ستيفان روستي اللي عرض عليه انه يشتغل معاه في كازينو خيال ظل. قال له خيال ظل يا ستيفان؟ يعني الناس بتتقدم ولا بتاخر؟ انا اروح اقف ورا ستاره ويبقى نور كده ضارب فيا واقعد اشخص واقلد وبتاع؟ قال له والله براحتك، مش عايز تيجي ما تجيش، انا باخد في اليوم 60 قرش. قال له 60 قرش؟ لا 60 قرش اجي. فراح مع ستيفان روستي يقدموا عروض خيال الظل شهر شهرين، وجه الخواجه صاحب الكازينو وقال لهم والله يا جماعه انا بخسر وعندي حل من 2، يا اما استغنى عن مجموعه من الفقرات واكمل بالباقي، يا اما هقفل الكازينو كله. فرجع نجيب يدور ويفكر ازاي اضمن لنفسي ان افضل موجود في الكازينو. فبيقول وانا بين الصحيان والنوم لقيت شبح قدامي وحد بيتشكل، فقمت وانا بقول انا شفتك قبل كده بس شفتك فين مش فاكر. فبدأ يتذكر وقال ايوه انا فاكر اني شفتك، انت كان اسمك كشكي، كان اسمك كشكش، انا فاكر ان كان اسمك كشكش. وقام صح اخوه قال له قوم اكتب بسرعه، اكتب كشكش بيه. فاخوه كتب كشكش بيه. قال له ايه كشكش بيه انا بجيب دي؟ قال له اكتب بس كشكش بيه كان اسمه عمده كفر ايه، كان اسمه كفر البضماس ولا البضلاس. قال له ايه البلاص دي يا نجيب؟ قال له بلاص، حلوه البلاص دي حلوه وتجيب كوميدي. واخترع نجيب من اللحظه دي كاركتر كشكش بيه عمده كفر البلاص اللي بينزل الى القاهره ويتخدع وياخدوا فلوسه وبعد كده يرجع ندمان. وراح تاني يوم للخواجه قال له انا عندي كاركتر جديد لو عملته هيكسبك فلوس قد كده. فقال له طب وريني. فجاب الهدوم وجاب الدقن وجاب التفاصيل بتاعت الشخصيه وعملها في شكل سكتش، والسكتش جر وراه سكتش، والسكتش بقى فقره، وبعد الفقره بقى مشهد في مسرحيه، لحد ما بقى بيتعمل بيه مسرحيات كبيره، وبدات الناس كلها تيجي عشان تتفرج على كشكش بيه، الشخصيه اللي صنعت من اول نجاح في حياه نجيب الريحاني، واللي خلته لاول مره يمسك الفلوس في ايديه ويودع ايام الفقر. وان كان وقتها ما كانش قادر يسعد، او يعني زي ما كان بيقول ان دايما لما بتحصل لي حاجه حلوه بلاقي اي حاجه وحشه بعدها بتعكنن عليا.